ورجعنا ليكم مرة تانية في دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. كتير من الناس أول ما يسمعوا كلمة حب الشباب بيفتكروا إنه مجرد كام حباية بتطلع في سن المراهقة وخلاص على كده، لكن الحقيقة يا جماعة إن الموضوع أكبر من كده بكتير. في ناس بيعانوا منه وهم في العشرينات وفي الثلاثينات، وفي ناس بيختفي عندهم وبيرجع تاني، وفي ناس للأسف بيحاولوا يعالجوه بأي وصفة من وصفات السوشيال ميديا زي ما كتير بنشوف، فبتكون النتيجة طبعا أسوأ وآثار وحفر بتفضل سنين. طيب ايه السبب الحقيقي لظهور حب الشباب؟ وهل فعلا الاكل الدسم والشوكولاته هم السبب؟ وامتى الحبوب تبقى محتاجه علاج عند الدكتور؟ وهل فعلا الضغط النفسي والهرمونات ليهم علاقه بالموضوع؟ والاهم، ازاي نقدر نعالج حب الشباب من غير ما يسيب اي علامات او اثار؟ عشان كده هيكون معانا النهارده دكتور مينا مجدي، اخصائي الجلديه والتجميل، اللي هيوضح لنا كل حاجه. اهلا بيك يا دكتور مينا. ازيك عامل ايه؟ منورنا. منورنا في دكتور هيلث. طيب خليني ابدا معاك من الاول خالص. يعني ايه حب شباب؟ ويعني هل حبايه اي حبايه هتطلع في الوش نقول عليها حب شباب، ولا هو له مواصفات معينه تختلف عن بقيه الحبوب؟ حب الشباب مختلف عن اي مرض او عن اي حبايه ممكن تطلع في الوش. حب الشباب لازم يبقى متقسم لاربع انواع حبوب. في الحبوب الحمراء الرفيعه، الحبوب الحمراء الكبيره المكلكعه، والروس البيضاء والروس السوداء. لكن لو هنقول ان في حاجه دايجنوستيك او حاجه مخصصه لحب الشباب هتبقى هي الروس البيضاء. تمام. مش اي حبايه بتطلع ممكن تبقى حب شباب، ولكن اي راس بيضاء هتطلع في الوش ده معناه ان اللي بيطلع لك في الوش هو حب ايه؟ حب شباب. تمام. تمام. طيب ليه بقى يا دكتور حب الشباب ده بيظهر عند بعض الناس وبعض الناس ما بتلاقيش عندهم اصلا حب شباب؟ اسباب الحب الشباب الاساسيه هو نوع البشره. عندنا انواع البشره مختلفه، في البشره الطبيعيه وفي البشره الدهنيه وفي البشره الجافه، ولكن البشره المؤسسه لحب الشباب هي البشره الدهنيه. لما بنحط ايدينا هنا كده في زيت بيطلع. كل الناس عندها حاجه اسمها غده دهنيه تحت الجلد بتطلع الزيت دوت، ولكن اعدادها مختلفه من شخص للتاني. في ناس بيبقى عندها 1000 غده وفي ناس عندها الافات من الغدد دي. كل ما عدد الغدد يزيد كل ما الافراز الدهني يزيد. بطبيعه الدهون دي لما بتطلع بتكتم الجلد. اول ما الجلد يتكتم بيبقى بيئه خصبه لنوع بكتيريا كده اسمها بكتيريا لا هوائيه. هي لما بتشوف مكان ما فيهوش هواء بتعيش فيه، فبتعمل حاجه اللي اسمها حبايه شباب اللي انت بتشوفها. وكل ما الزيوت تزيد او كل ما الافراز الدهني بتاع البشره بتبقى ازيد، لان البشره دهنيه مختلفه، كل ما الافراز الدهني بيزيد كل ما الايه حبوب الشباب بتزيد، وهكذا. طب بالنسبه بقى للاسباب يا دكتور مينا، الناس طبعا عموما كده بتتناقل الاسباب وبتجتهد فيها، اللي يقول مثلا هرمونات، وفي اوقات معينه مثلا عند البنات، او يعني في اي وقت في وقت الشباب عشان كده سموه حب شباب. في ناس تقول الاكلات الدسمه قوي والمكسرات والشوكليتس والاكل الثقيل. هل فعلا ده حقيقي ولا في اسباب تانية؟ كله بيرجع لنفس الفكره. ايه الاكلات اللي بتزود الافراز الدهني في الوش؟ في الاول وفي الاخر البشره الدهنيه هي اللي بتطلع حب شباب. تمام. هل في اكلات بتزود؟ اي اكله فيها ايودين زي الصودا اللي هو البيبسي والصودا بصفه عامه، المخللات، البطاطس المقليه، المكسرات عموما مش من الحاجات اللي بتطلع حب شباب، عشان دي معلومه خاطئه. يبقى دي غلط بقى جدا. بالعقل كويس. الشوكولاته مش هي السبب، واقعيا اللبن اللي في الشوكولاته هو السبب. الشوكولاته نفسها فيها مضادات اكسده وده بيقلل حب شباب، بس الالبان والجبن برضو من الحاجات اللي بتحفز حب شباب، فوجود لبن جوه الشوكولاته ده اللي بيزود افراز حب شباب. وهل في صفه وراثيه؟ انا بلاحظ ناس معينه بيجي لها وناس ما بيجيلهاش، يعني هل في وراثه في القصه دي فعلا؟ هو الوراثه وراثه نوع البشره، يعني في ناس بشرتها دهنيه فكده كده عيالها يبقى بشره دهنيه. فهمت. فهي دي الوراثه في الموضوع. ولكن السبب الاساسي دايما انت بشره طبيعيه ولا بشره دهنيه. احنا بنشكرك جدا يا دكتور مينا، الحقيقه معلومات قيمه ومهمه قوي، حقيقي نورتنا وبنشكرك. شكرا دكتور مينا، شرفتني. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقات كتير من دكتور هيلث.